المنتج ده لسه جاي جديد في اسماعيليه بقاله تقريبا 5 شهور. هو عباره عن زبادي يوناني بس باطعم مختلفه، واللي اضمنهولك ان هو لا فيه لبن بودره ولا فيه اي مواد حافظه. الفكره ان هم عملوا كميه اطعم للزبادي ده. الناس بتاعه الجيم جايب لكم علبه اسمها جريك برو فيها 20 جرام بروتين، اعتقد دي مش هتلاقيه في الكرياتين وفي المكملات الغذائيه اللي انت بتشتريها، وفيها 3% بس فات. تعالى بقى للناس بتاعه الدايت واللي تقول لك انا عايز اخسس والكلام دي، حاجه هم عاملينها اسمها دبل زيرو، زيرو دسم زيرو لاكتوز، 11 جرام بروتين، وكمان هم عاملين لك الزبادي ده باطعم تبع الدايت، توت، فانيليا. طبعا احنا مش تبع الحاجات دي. تعالى بس انا متشوق قوي للعلبه بتاعتهم دي. هي مش علبه زبادي، هو سناك. دي علبه الزبادي اليوناني، معاها هنا حاجات مثلا شوكولاته، تروح جاي قالب زي كده، دي التقليبه المحترمه. علبه قطع لسان اللي يقول على دي زبادي والله. تروح جاي ايه، جامده جدا. انا بس متشوق لحوار الجيمات وكده. بسم الله ما شاء الله، العلبه تقيله، حتى قوامه تقيل جدا. بص، بسم الله الرحمن الرحيم. لما سالت الموزع فيها لزعه كده بسيطه وبتاع، فبقول لي اللزعه دي بسبب كميه البروتين اللي فيها. انا كنت افكر فيها حاجه، فبقول لي لا، كميه اللزعه اللي فيها دي بسبب البروتين العالي اللي فيها، هو اللي عامل فيها اللزعه دي. فدي كده اي حد عايز يخس وعايز يعمل دايت ومحتاج بروتين، مالكش حجه يا ابني، حوارك كله بقى في علبه زبادي. تعالى بقى لحوار الدبل زيرو ده. هتلاقي الفاكهه بتاعتهم تحت. للعلم على فكره هو توت توت، يعني مش مثلا طعم او لون، لا، انت لو كلت كده التوت، بص هو فعلا توت. هي طعمها حلو بس كده مفتقده الدسم كده. فدي لاي حد بيحاول يخسس زي كده، ربنا يكرمنا يحاول يخس او حاجه. تعالى الارخص علبه زبادي يوناني في مصر كلها، العلبه دي ب 30 جنيه بالحجم ده. طبعا ارخص علبه زبادي يوناني دلوقتي معديه الحاجه و30 جنيه بدون لبن بودره وبدون مواد حافظه. حبيبي لا رايق. تعالى طب خد. الشركه دي لسه نازله اسماعيليه بقى لها 6 شهور، اسمها شركه يوبلس. تاخد كل الفئات اللي بتدور على الزبادي، مثلا اللي عايز يخس، اللي عايز يدور على بروتين كويس، اللي عايز يدور على زبادي كويس بدون لبن بودره وبدون مواد حافظه. يوبلس دي على فكره هتنفعك جدا. هو الزبادي موجود في السلاسل الكبيره اللي موجوده في اسماعيليه، وفي اماكن ثانيه كتيره كمان، بس هحاول اقولها لكم في الكومنتات. اي حد عايز يسال الزبادي موجود فين يكتب كومنت، وانا باذن الله هرد عليه، هقول له موجود في انهي سوبر ماركت اللي في منطقتك. ما تنسوش تصلوا على النبي. تاني في حلقات جديده، سلام.